له مظهر من أسماء الله. سوف نعرض ذلك، ما أدري إذا كان نستطيع أن نعرض هذا الآن لعلكم تشاهدون معي. أو كان الاسم هو المضل فالمظهر يظهر منه ماذا؟ فلهذا إبليس في نظام مظهر من مظاهر الأسماء الإلهية. ما هو ذلك الاسم؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن أسمائه يضل، له مظهر في عالم الإمكان أو ليس له مظهر؟ له مظهر وهو الشيطان. طيب إذا كما رأيتم، إذا الشيطان مظهر من أسماء الله. طيب أنا لعلي أعيده إذا كنتم ما كان المظهر أو كان الاسم هو المضل فالمظهر يظهر منه ماذا؟ الإضلال. فلهذا إبليس في نظام التكوين أيضا هو ماذا؟ مظهر من مظاهر الأسماء الإلهية. ما هو ذلك الاسم؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن أسمائه ما هو؟ يضل، له مظهر في عالم الإمكان أو ليس له مظهر؟ له مظهر وهو الشيطان. صراحة لا يقول بمثل هذا كلام عالم يحترم نفسه ويستعمل الألفاظ الشرعية التي هي قبس من نور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول مثل هذا كلام شخص عاقل حقيقة. أن يقول أن إبليس مظهر من أسماء الله، هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الفلاسفة. لكن أن يقول شخص يعني يحترم المنهج العلمي مثل ذلك، أعتقد أنه ليس برجل حقيقة متسم بالعلم الشرعي، وإنما كما قلت بالفلسفة. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الأسماء الإلهية وإبليس مظهر من بعض الأسماء الإلهية، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مظهر أسماء الله شبيه بقول النصارى الذين قالوا بأن يسوع يظهر هو المظهر، هو مظهر رب العالمين، كما يعني ظهر في الجسد. ودائما يقولون النصارى باللغة الإنجليزية يقولون Jesus is manifested, the manifestation in the flesh. يعني المسيح تجسد وظهر لنا، ظهر بالمظهر الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى ظهر فيه من خلاله. وهذا كلام أنا أراه حقيقة قريبا منه جدا. كذلك لعلكم تنظروا معي هنا إلى هذا النص. نعم. يقول من أهم الفقرات شأنا في آثار طبعا هؤلاء القاديانية البهائية يقولون بأن من أهم الفقرات شأنا في آثار بهاء الله، القادياني يعني صاحب الطائفة البهائية الكتابية، تلك التي يعالج فيها بأسباب طبيعة ودور أولئك الذين يختارهم الله واسطة الظهور الإلهي، أي الرسل والأنبياء أو المظاهر الإلهية. ويعطينا بهاء الله الأمثلة واحدا بعد آخر قياسا فيشبه المظاهر الإلهية بالشموس، وضرب المثل بأن الشمس تشارك إلى آخر ما قاله. ثم يقول بعد ذلك، يقول إنما في السماوات وما في الأرض مهابط لظهور أسماء الله وصفاته. كلام قريب جدا من كلام البهائية، وينطبق هذا على الإنسان بصورة خاصة، فقد اختصه الله دون غيره من الموجودات فشرفه وميزه، وتجلت في الإنسان صفات الله وأسماؤه. شوف هذا نفس كلام الحيدري، هذا كلام البهائية، الطائفة البهائية.
لو أخذتم مقطع صغير مما ترونه الآن على الشاشة وبحثتم عنه في الإنترنت سوف تجدونه من كلام صاحب الطائفة البهائية الأحمدية المعروفة بالقاديانية. إذن يقول: وتجلت في الإنسان صفات الله وأسماؤه على نحو أشرف وأكمل من غيره، وأكمل الناس وأفضلهم وألطفهم هم مظاهر شمس الحقيقة، لا بل كل من سواهم موجودون بإرادتهم ويحيون ويتحركون بفيضهم. أبدا نفس الكلام شبيه بكلام الحيدري الذي يقول بأن الخلق كلهم مظاهر لأسماء الله تعالى، هي مظاهر الأسماء والصفات. طيب،